بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة الدروس المتعلقة بالمذهب الأشعري، ورأينا في دروس سابقة الصفات الواجبة في حق الله تعالى، وكذلك رأينا الصفات المستحيلة في حق الله تعالى. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الصفات الجائزة في حقه تعالى. والجائز في حقه تعالى هو ما كان خارجا عن ذاته وصفاته القائمة بها، وهو فعل كل ممكن أو تركه في العدم، كما قال ابن عاشير: يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. فهذا هو الشيء الجائز في حق الله تعالى، هو فعله للممكنات، بأن يخلقها، بأن يوجدها، أو أن يتركها في العدمات. فكل ممكن يصح وجوده وعدمه لا يجب عليه تعالى فعله ولا يستحيل عليه تركه، بل يفعله منه ما أراد تعالى ويترك ما أراد سبحانه. مثال ذلك الثواب، مثال ذلك الثواب والعقاب والخلق والرزق والإماتة والإحياء وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفعل الصلاح والأصلح للخلق ونحو ذلك أو نحو ذلك. إذن هذا القسم هو المسمى بصفات الأفعال. فالله سبحانه وتعالى يجوز في حقه أن يتوب على خلقه أو أن يعاقبهم، وكذلك يجوز في حقه أن يخلقهم ويرزقهم ويميتهم ويحييهم، وكذلك يجوز في حقه بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الأفعال هو الله سبحانه وتعالى يفعلها خارج ذاته، يفعلها في خلقه. ولا بد من التنبيه على شيء مهم سنفصله إن شاء الله تعالى في درس لاحق، وهو أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات، إنما تتعلق بالممكنات. ولذلك قال ابن عاشر كما قلت: يجوز في حقه فعل الممكنات. فقدرته تعالى وإرادته تتعلق بما هو ممكن، ورأينا في درس سابق أن الممكن هو ما يمكن أن يكون أو لا يكون، في حين أن المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت، والواجب لا يقبل النفي. لكن الجائز والممكن هو الذي يقبل النفي ويقبل الثبوت، وهذا القسم هو الذي تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.